بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنكمل سلسلة حل مسائل على problem solving على منصة كود وارز. باختصار هشرح المسألة عشان المرة اللي فاتت أخدنا وقت كبير جدا في قراءة المسألة وشرحها. هو بيقول لنا إن إحنا مثلا كشخص عنده أشكال، الأشكال عنده مفرغة من الشارب زي كده، هو عايز حل ليها زي الأوتبوت ده بالظبط. تمام، ده الانبوت بتاعنا وده الاوتبوت. ده بشكل مختصر المسألة ان شاء الله، بسيب لكم لينك المسألة عشان لو حد حب يحلها برضو. وهنبدأ نحل المسألة. هنا بيجي لنا المسألة عبارة عن ميثود، بيجي لنا الكونتنت بتاعها string. وعشان نبدأ نحل المسألة لازم نعمل analysis بشكل لذيذ جدا. هو بيقول لنا ان احنا هيجي لكم string عبارة عن مسافات او سبيس مثلا، وشارب، ومثلا سبيس وشارب، وبعدين هينزل سطر مثلا هيبقى فيه، ولنفترض سبيس وبعدين شارب، بعدين جنبها شارب، بعدين مثلا جنبها شارب، بعدين هينزل سطر. تمام، هيبقى سبيس هنحط شارب واحدة مثلا، وهيقول كده خلاص شكرا. طيب احنا مثلا عندنا string زي كده، هنبدأ نحل ازاي مع بعض، او هنبدأ نشوف لها حل ازاي. طيب اول حاجة عشان نبدأ نتحكم في كل سطر، مثلا عايزين عشان نتحكم او نبدأ نحل المسألة لازم يكون عندنا اكسس على كل سطر كده، عشان نجيب منه اخر واول عنصر فيه شارب، عشان نملى الفراغات اللي ما بينهم دي. عشان نملى البيانات دي لازم نجيب اول عنصر واخر عنصر. طيب عشان نجيب اول عنصر واخر عنصر لازم يكون معانا اكسس على كل لاين من دول. طيب ازاي؟ اول حاجة نستخدم دالة السبليت عندنا. طيب هيسبلت بايه؟ هيسبلت بان هو احنا قلنا كل ده سترينج، فان هو ينزل سطر ده فمش طبيعي في السترينج، ان هو المفروض بيمشي كده. طيب ان هو ينزل سطر يعني هو عمل داش ان، او شرطة مايلة ان. تمام، فاحنا نقول له مثلا السبليت بتاعك هيبقى على النقطة دي. اول ما ينزل سطر، اول ما تلاقي نزل سطر لوحده يبقى افصلهولي. طيب بعد كده عايزينه يلف على اللاينز دي، فهنبدأ نعمل مثلا فور لوب، او الافضل زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات المابس، هنعمل ماب عليها على كل سطر ده، بحيث ان هو يقدر يلف على كل سطر في السترنج ده بعد ما قطعناه. طيب وبعد كده هنبدأ بقى نديله كونديشن، هل اصلا في عنصر اول ولا لا. طب هنشوف اصلا ازاي اول عنصر، اعتقد بميثود اسمها index of. تمام، طيب واخر عنصر هتبقى last index of. طيب اوكي، هنقول له برضه طب بعد كده جبنا اول عنصر واخر عنصر، طب هنقول له مثلا اول سطر ده مثلا مفيش فيه شاربس او شباك، ايه الحل؟ ما هيبقى فيه مشكلة. طب ما تيجي نقول له مثلا لو انت ما عندكش، هنقول له مثلا condition، ونفترض هنقول له if برضو، لو انت ما عندكش حاجة في الاول عنصر اللي هو ما استلمش حاجة. تمام، لو هو ما استلمش حاجة قول لنا خلاص خليه ينزل على طول السطر اللي بعده. اوكي تمام اوكي. وبعد كده هيريتن لنا العناصر بعد ما نشوف لها الحل بتاعها. خلينا الأول نبدأ نحل الجزء اللي احنا قلناه ده بتاع السبليت والماب، وبعدين نحل الجزء بتاع ان احنا نجيب أول عنصر وآخر عنصر، وبعدين نبدأ نفكر مع بعض ايه الجزء الثالث اللي هي المرحلة الثالثة بتاعة الفراغات اللي احنا هنملاها بين أول وآخر عنصر. طيب يلا بينا، هنبدأ هنا. هنقول له مثلا هنقول له مثلا احنا عندنا content، احنا قلنا له هنسبلت صح، دوت سبلت. هنقول له احنا قلنا له هنسبلت على ايه، هنسبلت على سلاش ان. اوكي
اوكي، لا مش دي، تانية، ايوه دي ان، لا مش كده، معلش خلينا نهندلها. كده هنقول له لو جالك سلاش ان او داش ان، انزل لي سطر، اقطع لي السطر ده. اوكي، هنقول له بقى ايه، نعمل ماب، نعمل لي ماب معلش على الجزء ده. طيب الماب عشان نبدأ نحلله، هنقول له كده، هنقول له مثلا انت العنصر اللي جواك ده هيكون اسمه لاين، خليها لاين عشان يكون بالظبط، وهنقول له ريتيرن لي العنصر ده. ماشي، نقول له نبدأ نقول له ايه، سوري، خليها دبل كوت دبل، ويبدأ ريتيرن لي العنصر ده. return. اوكي اوكي، طب وبدل دي بقى، ماشي خليها زي ما هي. طيب كده احنا هنبدأ نحل في الجزء التاني. كده احنا خلصنا اول جزء، السبليت والماب، صح صح، كده احنا خلاص خلصنا منه. هنروح للجزء التاني بتاعت الاندكس اوف واللاست اندكس اوف والتشيك. هنروح نقول له هنا مثلا، هنقول له العنصر ده اسمه انتجر، احنا عايزين الاندكس بتاعه first بيساوي index of، هنقول له ايه الاندكس اوف بتاعك الشارب. فين الشارب يا ربي، اهي تمام. اوكي، هاتلي اول عنصر بتاع اوف ده من اللاين، معلش انا نسيت اكتب اللاين دوت الاندكس بتاعك، ماشي اوكي. طيب ايه اللي بعده، هنقول له انت اللاست بتاعك بيساوي line dot last index of، نقول له مثلا اقفل القوس، افتح القوس، حط لي double quotation والشهر بتاعتنا. تمام اوكي، حطينا السيمي كول. كده احنا جبنا الجزء الاول والجزء الاخير. طب هنقول له مثلا، احنا قلنا هنحط الباروك الشارت بتاعنا اللي هو بيقول له الفيرست، لو احنا مثلا عندك اول عنصر هيكون عندك ايه، او الفيرست ده equal -1 لو مش موجود، او false -1. اوكي، هيعمل لي ايه، هيريتيرن السطر عادي، هيدينا ايه، هيريتيرن اللاين، هيرجعنا السطر زي ما هو. اوكي اوكي، طب وبعد كده هنقول له يا باشمهندس عايزين نعمل ايه، نعمل كالكوليشن. اول جزء هنسيبه فاضي، اللي هو الجزء الاولاني، خلينا نرجع للشرح، اللي هو الجزء ده مثلا هرجعه لنا فاضي، والجزء ده املاه زي ما احنا اتفقنا، والجزء ده املاه، والجزء ده رجعه لنا فاضي، وبعدين يرجع لنا ايه بالسطر. تمام اوكي. طيب حاجه زي كده احنا ممكن نستخدم داله زي داله السب سترينج. هنستخدمها ازاي، خلينا اوضح لكم. هنعمل الاول ريتيرن، عشان ريتيرن هنقول له اللاين دوت السب سترينج، هنقول له نفتح قوس، هنقول له دلوقتي هناخد حاجتين. احنا طبعا ده الجزء الاول من اللاين، هنخليه بيبدأ من الصفر زي ما احنا متعودين، وهنقول له مثلا هتقف لحد فين، هي بتقطع لحد العنصر اللي انا بحدده له. انا مثلا بقول له الفيرست، هي مش هتجيب الفيرست معانا، هي هتجيب العنصر اللي قبل الفيرست بالظبط. تمام تمام، وهنقول له هنا زائد
فين الزائد هنا؟ راح فين؟ اهو. ايه الذكاء ده؟ الاختصارات مملة جدا مع مع الماك بوك. الشارب هنقول له بقى الشارب بتاعتنا. هاتلي الشارب معلش. في العدد هنعمل حسبة بسيطة جدا عشان نبدأ نوصل للرقم ده. تمام تمام. خلينا بس نجيب الضرب. هنقول له المعادلة ايه بقى؟ هنقول له أول عنصر، لأ آخر عنصر ناقص أول عنصر زائد واحد. طب ده بناء على ايه؟ تعالى نجربها كده. ونفترض له مثلا أدا واحد وده اتنين وهنا تلاتة. في هنا صفر معلش عشان تكون مظبوط. ده تلاتة وهنا أربعة وخمسة وستة وستة والشارب ده سبعة. تمام. هنيجي عشان نملى ده بالظبط. شكل البطارية بدأت تفصل. هنقول سبعة ناقص تلاتة أربعة وهنزود واحد كمان يبقى خمسة. يبقى هنيجي نعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يبقى أنا المعادلة بتاعتنا اللاست ناقص الفيرست زائد واحد. اوكي. طب وبعدين هنقول له الجزء الأخير من السطر. هنقول له بقى ايه؟ اعمل له والله اللاين بتاعك ونفس السبتايتل السبسترينج. هنقول له خد المتغير ده. هنقول له من اللاست زائد لاست زائد واحد. طب اللاست زائد واحد ده ليه؟ احنا قلنا لما نيجي نحدد المتغير ده هيبدأ من عنده، فهيبدأ من اللاست، فأنا مش عايزه يبدأ من اللاست، فأنا بقول له ابدأ لي من اللاست زائد واحد اللي هو بعد اللاست ده وللآخر بقى. طيب وبعدين هنقول له شكرا، نقفل لي ده سيمي كولون. وكده احنا عملنا ايه؟ كده احنا خلصنا الريتيرن بتاعتنا. طب ما تيجي نشيل بقى الكونتنت ده. احنا طبعا عايزين نرجع string مش المنظر ده. احنا لو جينا بصينا كده هيرجع لنا ايه؟ هيرجع لنا السبليت وبعدين الماب، فيبدأ يلف واحدة واحدة. فكل ما يلف واحدة string وبعدين string وبعدين هتبقى list of string، فهتبقى مشكلة. فتيجي نقول له ايه؟ استخدم دالة الجوين لينا مع كل نهاية سطر اللي هو سلاش ان. يعني كل نهاية سطر أو كل ما دي تخلص اعمل جوين بإنك تنزل سلاش ان. تمام. تيجي نجرب نتست. اوكي عندنا في مشكلة في السيمي كولون. هنتست تاني. كده اوكي. طب هنيجي نراجع بشكل سريع. اول حاجة عملنا كونتنت، جبنا السترينج عملنا له سبليت لكل سطر فيه اللي هو بالشكل زي ما احنا كنا راسمينه في السكتش. وبعدين عملنا له ماب ان هو يلف على السترينج ده. طيب وبعد كده خدنا اول عنصر في كل لاين واخر عنصر في كل لاين في شارب. اوكي. وانا قلت له لو انت ما عندكش عناصر، ما عندكش قيمة في اول عنصر اللي هو بسالب واحد اللي هو قيمة مش موجودة، لو انت ما عندكش قيمة خلاص شكرا رجع لي السطر زي ما هو. لو لا، يعني انت في فيرست ولاست هترجع لي حاجة متقسمة لثلاث مراحل اللي هو اللاين دوت سبسترينج. اول جزء اللي هو قبل الشارب والجزء اللي فيه الشارب والجزء الأخير اللي بعد الشارب. طيب أول جزء قلنا هيبقى صفر، من أول الصفر لحد أول الفيرست. احنا قلنا هياخد العنصر ده هيقطع من عندي يعني كل ما قبله، لكن العنصر ده مش موجود. طيب اللي بعده قلنا له هتلاقي الشارب عندك
اضرب فيها العدد. هنطلع العدد ده ازاي؟ عدد الشاربس المفروض تكون موجودة كلها، ان احنا نعمل معادلة بسيطة، اخر عنصر زائد ناقص اول عنصر زائد واحد. تمام، يبقى احنا كده عملنا المعادلة بتاعة الشاربس، كده احنا جبنا مجموع الشاربس المفروض تتملى. وقلت له كمان هتعمل ايه؟ قلت له اللاين توتال سب سترينج، اعمل سب سترينج من اخر عنصر اللي هو المفروض يتقص من عنده يبدأ بيه اللي هو اخر عنصر زائد واحد، اللي هو من بعديه، من بعد اخر عنصر لحد الاخر. اوكي. جيت قلت له طيب كده انت هترجعني لاينز مش سترينج، فانا هحتاج دالة تعمل ايه؟ تجمع لي كل اللي احنا فكناه تاني بالسبليت. فاحنا هنستخدم جوين. فالجوين دي كل ما هقول له خلصت السطر فاعمل لي جوين وانزل لي جوين لده، فهينزل سطر، هيكمل، هيروح يلف تاني، هيروح لللاين التاني، هيروح يعمل ينزل سطر برضه ويضيفها على السترينج، فيوصل للآخر زي ما احنا وصلنا للحل ان هو يطلع صحيح، لأن في الآخر هيطلع سترينج واحد بس بالمطلوب. نعمل خلاص سبميت، الاتمب تمام والسبميت تمام. وبكده احنا نكون خلصنا المسألة وحل مختصر، وإن شاء الله أكون شرحه بشكل مفصل، ولو في أي تعليقات أو أي شيء بستنى على القناة. شكرا.